من لا تجد قوما، لا تجد حبيبي مو آني لا تجد يعني على للدور، انتبه للقرآن على للدور لا تجد قوما يوادون من حد الله. خلى الدور بصير للدور، خلى الدور ما بصوب ما للدور، سترى الدور للدور لا تجد. الله جاي يقول لا تجد قوما يوادون من حد الله. هاي معناها لا تجد إلى نافية، كلها تقول إلى نافية إلى نافية. لا تجد لأنك تعجز على الإثنان، لا تجد. إذا كل واحد بداخله يحب أمه وأمه عاصية لا تجد، إذا هذا ما يؤمن بالله. الله يقول ولو كانوا آباءهم أبناءهم إخوانهم عشيرتهم. ليش؟ أولئك كتب، الله كتب النساء، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذا احنا محتاجين نكون من ضمن هذه الزمرة. هاي الزمرة الله كاتب في قلبها الإيمان ما تجامل. إذا اللي يحجون على الموت أنت افتح قفلك، هاي أقفالها افتح قفلك. أنت كل ما تفتح القفل تشوف إنه هنالك آيات تحييك تهديك. ما ملزم أنت تمشي ورا واحد تعبان، ماكو إلزام. ومنهم من يستمع إليك علينا مو على الله، حتى إذا خرجوا من عندك يا عم مرة صارت ويانا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ويرعون من الذين أوتوا العلم، يرعون هذا الرجال اللي ينطق به استدروع على مرض. ماذا قال آنفا؟ وهذا الرجال قال أولئك الذين طبع الله على ذلك كتب في قلوبهم، أما ذولا طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. اقرأوا سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ترى كارثة بهم مرض الجاهلية. يقول الذين آمنوا لولا نزل سورة، فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من تعال حرب داعش. وين راح يموت؟ شنو حرب بعد شهر؟ طاعة وقول، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الاستعداد للإفساد وقطع الأرحام، الارتداد عن الإسلام بمجرد تسويلات الشيطان، هاي كل صفات من كان في ذلك الزمان. إن الذين ارتدوا على أدبارهم. أنت جاي تناقش السني يقول لك شلون أنت تقول بويا إن الذين ارتدوا فعل ماضي، ارتدوا لا بويا ارتدوا مو راح يرتدوا. إن الذين ارتدوا على أدبارهم ايش وقت؟ من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. شنو هو الارتداد؟ راح نشوف هنا الإشكالية. اتباع سخط الله وكره رضوانه، هذا شيء إلى إحباط الأعمال. يجي شخص يقول جاي شنو أنا زرت حسين كله للجماعة عجيب جاوب القرآن، فيجي يقول القرآن شنو سيد عبد الخالق المحنى يقول ما عندي غير اثنين رب العرش وحده. نعم يعني نمشي ورا ناظر الحاج. أما هذا قرآن يقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أنا وإذا بقيت موبايل بالطريق مزين حتى يزيد أجر هذا الزائر، فأحبط أعمالهم.
سؤال: لولا أن أحبارهم كانت جيدة ما يحبطها منطقيا. لو كانت هي محبطة من قاح يقول أحبط أعمالهم، يعني زكي الحسين تطير. أنا مرة واحد قال جبت له رواية فضيلة صلاة الليل والصيام بالصيف، قلت له وقت ما عندي شرحت له بالطريقة الوجدانية. مريم الصديقة الطاهرة أحياها ابنها عيسى سلام الله على نبينا وعلى عيسى وآله، أحياها. فتصور هي شافت البرزخ ومعاناة البرزخ، فراح تكون بعد هي أصدق من الصادقة وصدقت بكلمات ربها إلى آخره. فشنو اللي ترديدات تصلي بليلة شاتية ناموا أحسنكم مالكم علاقة بمريم لأنها مسيحية، شنو مسيحية هي الثقافة العامة. وأرد أصوم بالصيف حالة، أرد أصوم بالصيف حالة. ليش؟ فإن الطريقة مخوف. شو ده قال؟ فنب واحد قال ما عندها حسين. الله أكبر، ما عندكم ماكو استفزاء وما حاضر الاستفزاء. الله أكبر ما عندها حسين، إذا ماكو صيام بالصيف. إذا الحسين مانع للصوم في الصيف وصلاة الليل في الشتاء. هاي ثقافة. يعني بدل ما الحسين نص المعركة، واعتقد حسب ما هو رواني المعركة صارت بالصيف وقعد يصلي واني احب الصلاة وللعباس اطلب من عندهم والسؤال لغير الله مذلة، يعني مو هين عليه، ولكن هذا سؤال كان لله في سبيل ان يتعبد لله ويحب الصلاة، فماكو مشكلة. طلع الشيخ قال شنو انتم مشلبيننا وتعرفوا الشيخ منو؟ مشلبيننا صلوا بوقتها ايش الزيارة؟ الله اكبر. ان شاء الله اقف على المغازي ما كلام حب الحسين. يعني الالعاب النارية بولادة النبي محمد ما اجت ربع من صارت بواحد. هذا انت ابن هذا المجتمع لو غيره. يعني بدل ما يقولون الحسين هذا زوار الحسين اصحاب اخلاق، يقولون من الحسين الاخلاق، من نفقد الاخلاق. الله سبحانه وتعالى يقول فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض إلى سالفة وياي أن لن يخرج الله أضغانهم. يعني واقعا تحملوا هالكلمة هاي باعتبار أرى نفسي فاهم الآية. حبيبي نصيحة من واحد ما عنده مصلحة وياي، لا تضغن على واحد فضيحتك. أنا دائما أقول قال أمير المؤمنين العادات قاهرات، فمن اعتاد شيئا في سر وخلوته فضحه في جانب علانيته. فأنا مصدق بأمير المؤمنين، اللي ما يصدق بالحديث هذا ويا دليل الحديث. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم. الله يطلع ضغينهم. والله فضيحة هاي الآية وتخوف بشكل. فالحمد لله والشكر احنا نكره المالكي ما يحتاج الله يخرج أضغاننا. أما بداخلي أحوس أكره واحد ما أرضى أقول الله يطلع. أن لا يخرج الله أضغانهم، يطلعها بكلمة منا بتصرف بسلوك. فأحسن لك اضبط أعداء محمد وآل محمد وحب محمد وآل بيت محمد. ما في آية صريحة جدا بعد الوهن والدعوة إلى السلم وهم أعلون. الصور هم فوق، هم مسيطرين، هم أقوياء، ولكن نخر منفورين من الداخل. يقول فلا تهنوا
وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا من يجي طلعوا بدر فائدة أن أستخدم ثقافتي واطلاعي حتى تصير. طلعوا بدر بكرة بالنهار وذولاك عندهم فرسان وسيوف دقوهم ببركة محمد وعلي، دقوهم بسطهم من أخذوا من عندهم ناس شلحفين. ولا تنسى سببها إن شاء الله بأتيكم في يوم نحط سلسلة عن بدر واشرح لكم ماذا شنو بدر ومنو بدر وليش تأسس الخمس، لأن ما شفت واحد متخصص بهذا المجال. ترى هم طلعوا على اليمن على مال أبو سفيان على القافلة طلعوا، لأن أخذوا صادروا أموال المسلمين وطلع بالأموال مال المسلمين بمكة أبو سفيان للتجارة مال الشام. فالله سبحانه وتعالى قال لهم روحوا جيبوا فلوساتكم من عنده، وتحول على البحر الأحمر أبو سفيان. منا اتخذ الطريق الغربي بالنسبة للحجاز، وصارت معركة بدر مطالعين عن الفلوس، لكن صمدوا وسبب صمودهم معروفة من الرجال من المؤمنين رجال صدقوا. وصارت معركة بدر من شافوا الفلوس قالوا إذا الأسير الفادي بالفلوس أحسن لنا انتم بدنا وارد أكثر. فنزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض على أساس أسرى. المهم الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وشاركهم هاي الأغلبية من المجتمع الشيعي يدري. هل تريدون أن ينزل عذاب عظيم لمسكم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم أو أخذتم عذاب أليم أو عظيم؟ تردون العذاب الأليم العظيم لو تردون بالأنفال، لو تردون نفس اللي ماتوا بدر من المشركين نفس العدد يموت من عندكم بوحد. تدرون ايش قرروا؟ قرروا أن يكون على الأموال وفي خالف مقبول، ما دام ما تقول لنا من الأسماء. لا، المسلمين إذا يأخذون فلوس من المشركين فراح ينكبون بأحد، ينكبون بالمعركة القادمة بنفس العدد اللي كتلوا من المشركين، أو رجعوا الفلوس ما رجعوا الفلوس. فقالوا ما دام ما تحددون الأسماء من ندري من اللي راح يقتل، فخلص نبقي الفلوس وقتل 70 وخلص 70. هذول تريدهم يعترضون على عمر؟ ما يعترضون. أنطيكم مثال، ثقوا بالله أنا رجل من الصعب أن أحب ومن الصعب أن أبغض، لأني واقعي موضوعي دارس، كره يجي ورا فترة وحب يجي ورا فترة. ولذلك بعض يقول لي أنت صرت المالكي وقفت وياك، قلت له ورا فترة الحكم تبين فساده. فمن الصعب أن أحب رأسا، من الصعب أن أكره رأسا، وأعتقد هو الإسلام هيك. في صفقة طارق الهاشمي أنتم اللي انتخبتوا المالكي وبارك الله في الشيطان أكثر ما بارك فيكم، أطلق موجودة الوثائق، أطلق 19,000 إرهابي. خلي نقول 19,000 كلهم إرهابيين، خلي نقول مو كلهم إرهابيين، خلي نقول منهم 500 إرهابي والبقية نسوان وكذا. ورا 3 أيام أو ورا أسبوع أنا متابع القضية، أطلق 3 صار 22,000. الصورة عندي موجودة، يعني شفتها مو باللابتوب بس موجودة باليوتيوب. الهاشمي من وصل إلى باب السجن دار النظر ما انصاب. الهاشمي إرهابي مو هنا سالفة. اللي انتخبته المالكي حبس المالكي جيش المهدي اللي نفترض إرهابي، ليش ما صار؟ انت راح تقف قدام الله يقول لك سبحانه وتعالى احنا ما راح نجيب لك ملك يناقشك، انا نجيب لك علايا. منو فيكم مستعد يناقشني بالمالكية يوم القيامة؟
بحيث عنده نفس الوثائق اللي عندي، وعنده نفس العقل اللي عندي، وعنده نفس الاستدلال اللي عندي. انت على لو تقدر هسه تناقشني ورا تعال. ليش جيش المهدي ما اطلق؟ ليش من صار الحرب بسجن بغداد الجديد احترقوا ونصهم؟ ليش كلها تشهد؟ حتى مجلس النواب شكل التيار الصدري طلعوا خارج السجن، من طفوا من السجن ورجعوا السجن. ليش راحوا بالسجن بعد كم شيء؟ ارهابيين حالهم حال الارهابيين، اما اذا طلعوا ارهابيين ليش انتخبوا؟ كرها بالتيار الصدري. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. جبت شيء من غير القرآن؟ مو أنت شايف شنآنك على التيار الصدري؟ هل شنآنك على التيار الصدري يخليك تترك الإنصاف؟ ألم يقل صاحبكم أن الذي يتكلم عن مالك يعتبره بعد مال التطرف مال التكفير؟ وهو المشكلة بالمالكي؟ لا، المشكلة بعمر. لما نقول عمر يولد من جديد، وين ولد؟ وين ولد يعني ولد بيا مثلا؟ قل لي حتى اهتدي. نكون واقعيين. 6 من عندكم يشهدون، واحد من يشهدون ما موجود. يشهدون على انه جابوا ورقه ما ادري من لقوها بالكرامه، قالوا هاي الورقه تنطبق عليها. رحنا لواحد وكلاء سيدي السيستاني قلنا يقولون هاي الورقه تنطبق علي وانا اريد اعرف دين الله، وقراها قال لا ما تنطبق علي. بيكم واحد يراجع على دين الله؟ مجرد ان يتهم راح المرجع ويتهموني ان خارج على دين الله، ادرج على دين الله. قال لا لا هاي القصه اليمانيه تشهد. يتلفظ هاي اليمانيه، هاي اليمانيه، انا حق اليمانيه. احنا ايش ما منصبين؟ ليش تتحدث عن الصحابه الكرام؟ احنا ثقافتنا ثقافه صحابيه. زين، الحياة واللعب والهوى كان نصب أعينهم. اقرأ الآية زين، هذول المسلمين جاي يحكي عنهم. يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وين وجه الاستدلال؟ ما قال إن تتقوا، إن تؤمنوا. جعل الإيمان في مقابل اللعب واللهو. لما أنت ما تحضر لأن نذكر حزب الدعوة، أنت ما حضرت لأن نحشد على رياضة. يا عقول، لو افترضنا تحب أنت مغنية، نحكي يوميا على المغنية، اقسم بالله أنك ما تنسى. نحن نحارب الوجدان القدر وليس نحارب الإنسان القدر. انت لازم توعى هذه البحوث تسجل. ما يريدها نكتبها بما يدها، بس اقراها من جديد. انت لا تطلع دعايه انه احنا مستلمين الانسان، احنا مستلمين الوجدان مالك. نريد نثبت ان الوجدان وصل. احنا جربنا، احنا ناس عمرنا 49 راحت منها 29 سنه بحوث. احنا جربنا فلان، جبنا سيرة العرفاء انسحب. انت على المالكي انسحبت، تعدى من الابيض انسحب. الوجدان وصل. انت لا تقف امام الدليل. انت لو كنت تقف امام الدليل تحاسبني من الالف واعطيكم هذه واعيدها. قاعد شخص حوله قال هذا الرجل هو مثقف عنده علم بس عنده بعض الاخطاء. هاي ننزل شويه زين تبي ننزل. فقال له صاحبي ما هي الاخطاء؟ قال انا اقول لي. قال له الوقت؟ قال له من قال له الوقت تفرق؟ قال له حتى لو فرقنا بيناتنا
السنة والسنتين السادسة صار لها 10 سنوات. المجتمع ماذا علم منا؟ حط بشليل اللي استفاد المجتمع. المجتمع انتشرت به ثقافة